السلام عليكم خوتي خواتاتي. اليوم غنشارك معكم قصة خديجة بنت الخيرية، والنهاية ديالها كتأثر بزاف. اسمي خديجة، تربيت في الخيرية وأنا ما عرفاش علاش. قالوا لي بلي لقاوني ملفوفة في منطقة ديما قدام الباب في عز الشتا، ما كان عندي لا سمية لا وراق لا والو. المديرة الأولى فاطمة سمتني خديجة وعطاتني الرقم 17 حيت كنت البنت رقم 17 اللي دخلت داك العام. كبرت انا كنعس ونشوف البنات كيجيو والديهم في العيد الكبير ويديوهم يعيدوا معاهم، وانا كنت كنبقى غير في الشرجم كنشوف الطريق حتى كيطيحوا دموعي بلا ما نحس. لاله فاطمه كانت ديما كتقول لي انتينا قويه بنتي، والله ما كينساش عبادو، ولكن انا في قلبي كنت كنقول الى الله ما نسانيش، علاش خلاني هنا بوحدي. ملي وصلت ل 16 عام وانا كنقي في البيت طاحت ليا المخده ديالي، وملي جيت باش نهزها لقيت تحت المطلب سطام صغير ديال الجلد قديم. حليته ويدي كيرجفو، لقيت فيه سلسله ديال الذهب رقيقه وفيها قلب صغير، وملي حليت القلب لقيت فيه التصويره ديالي وانا باقا بيبي صغيره، ومن اللور محفور جوج حروف، حرف السين وحرف الحاء. مشيت كنجري عند لاله فاطمه، سولت خالتي فاطمه شكون عطاني هاد السلسله، وجهها صفر وبدات كتبلع ريقها وقالت لي بشويه شكون جبت ليك هاد المصيبه ابنتي، هذه خاصها تبقى سر بيني وبينك، الا خرجت غادي تجيبي لينا غير المشاكل كاملين. خبيتها تحت حوايجي وقلبي كيضرب بقوه، ولكن من ديك النهار وانا السؤال كيقتلني، شكون هاد حرف السين وحرف الحاء، وعلاش خايفين من هاد السلسله؟ وفي نهار عيد ميلادي ال20 قالوا لي بلي خاصك تخرج من الخيريه حيت القانون هكذا. عطاتني خالتي فاطمه واحد البركه ديال الفلوس وعنقاتني وهي كتبكي وقالت لي سمحي لي بنتي، الدنيا راه قاصحه ولكن انتي تقدري عليها. خرجت للزنقه وانا بحال شي واحد لحوه من السما، ما عرفت فين نمشي، حتى لقيت واحد السيده في الجامع قالت لي كاينه واحد العائله لاباس عليها في كازا كيقلبوا على بنت تكون معاهم. مشيت حتى وصلت حدا واحد الفيلا كبيره، حلت لي الباب مرة زوينه سميتها سهام وراجلها كان سميتو حكيم. دخلت وانا رجليا كيرجفوا، وملي دزت من الصالون شفت تصويره كبيره معلقه في الحيط فيها سهام وحكيم هازين بيبي صغيره ولابسه كسوه بيضا، وقلبي وقف ملي شفت القفطان هو نفسه اللي في التصويره ديال السلسله اللي عندي. ومن ديك النهار انا كنراقبهم. سهام كل مره كتشوف فيا كتبقى تشوف وعينيها كيعمروا بالدموع وكتدور وجهها بالزربه. حكيم ديما معصب وكيهضر معايا بالخيبه. واحد المره سمعتو كيقول لسهام هذه خاصها تمشي من لهنا، وجودها هنا خطر علينا. في واحد الليل كنت خارجه من الكوزينه سمعتهم كيهضروا في البيرو بصوت خافت. سهام كتقول وهي كتبكي والله حتى هي حكيم، شوف الشامه اللي في عنقها نفس الشامه اللي كانت في بنتنا ونفس العين يا حكيم. جاوبها وهو معصب، سكت يا سهام، نسي داك الماضي، يلا نسيناه 20 عام، الا عرفت الحقيقه غادي يمشي لنا كلشي، الورث ديال الضرب والشريطه والسمعه. انا سمعت هاد الهضره وتحجرت بلاصتي، الدم نشف في عروقي، وفهمت بلي هادو ماشي غير الناس اللي خدامه عندهم، هادو هما والديا اللي رموني. ما بقيتش قادره نسكت ودخلت عليهم البيرو والسلسله في يدي مفتوحه على التصويره. حطيتها فوق المكتب وقلت لهم بصوت كيترعد شكون هاد حرف السين والحاء؟ جاوبوني دابا. سهام طاحت في الكرسي وبدات كتشهق بالبكا، حطات يديها على وجهي وقالت لي سامحيني يا بنتي عافاك. حكيم ناض كيغوت ووجهو احمر، قال لي شكون عطاك هادي تكلمي، شكون صيفطك لعندنا، واش بغيتي تخرجي علينا؟ قربات مني سهام وهي كترجف، قالت لي حرف السين هو سهام وحرف الحاء هو حكيم، حنا والديك خديجه ولكن ما كناش والديك قبل 20 عام، كنت بنت صغيره وغلطت وحملت بيك بلا زواج، وبا الله يرحمه كان من اكبر الناس في كازا، وملي عرف هددني وقال لي
يا اما تخلصي من البنت يا اما نلوحوك للزنقه. وكنت خايفه وصغيره وما لقيت اللي وقف معايا. عطيتك الحكيم وعطيته 10 ديال المليون باش يتهلا فيك، ولكن هو خدا داك الفلوس ومشى رماك قدام الخيريه. وجا قال ليا البنت ماتت، ومن بعد عام تزوجنا انا وياه باش نغطيو على الفضيحه، وعشنا بفلوس بالورث ديال با. الدنيا ظلمت في عيني وليت كنضحك ونبكي في دقه واحده. قلت ليهم يعني بعتوني ب10 المليون، ودابا عايشين في هذا الخير كامل. انا كبرت كناكل الماكله اللي كتبقى ديال الخيريه وكنلبس الحوايج ديال الصدقه. حكيم قرب مني وخرج الشيك من جيبه وقال لي اسمعيني يا بنتي، اللي فات مات، ها هي 100 مليون، خديها وسيري بداي حياتك بعيد علينا وننساو هاد الشي كامل. وانتي يا سهام سكتي وما تزيدي حتى كلمه. شفت في سهام ولقيتها كتبكي وهزه يديها وكتقول لي لا بنتي ما تسمعيش ليه، الفيلا والشركه وكلشي ديالك غادي نكتبوا ليك وغير سامحيني وبقاي معايا. تحرمت منك 20 عام ومبغيتش نتحرم منك تاني. انا واقفه بيناتهم بين الفلوس والانتقام والسماحه، وكنسول راسي دابا انا شنو ندير؟ واش ندي الفلوس ونمشي ونخليهم يموتوا بتأنيب الضمير، ولا ندعيهم للبوليس وندخل با البيولوجي ديالي للحبس حيت باعني، ولا نسامح امي اللي كانت ضحيه بحالي ونبدا معاها صفحه جديده؟ القرار صعيب وانا واقفه بيناتهم. حكيم هز الشيك ديال 100 مليون في يدو، وسهام جايه لعندي كتبوس في يدي وكتقول لي سامحيني يا بنتي. قلبي كان مقسوم على جوج، النص منه كيبغي ياخد الفلوس ويخرج من داك الباب وما يرجعش، والنص الثاني كيبغي يعنق امي اللي تحرمت منها 20 عام. شفت في عينين حكيم وفهمت باللي ما ندمانش على اللي دار، ندمان غير حيت تفضح وصافي. اما سهام فكانت ميته وهي حيه، الضمير ديالها كلاها سنين. شديت الشيك من يد حكيم وقطعته على جوج قدام عينيه. قلت ليه الفلوس ديالك ما تشريش ليا 20 عام ديال برد والجوع والوحده في الخيريه. وانتي يا لاله سهام الا كنتي بصح امي خاصك تخلصي الثمن، ماشي بالفلوس ولكن بالحقيقه قدام الناس كاملين. سهام هزات راسها وهي مصدومه، قالت لي شنو بغيتي ندير بنتي، واش نطير؟ قلت ليها لا، بغيتك غدا تمشي معايا للخيريه وتعترف قدام لاله فاطمه وقدام البنات كاملين باللي انتي رميتيني وباللي انتي السبب في كل دمعه طاحت من عيني. حكيم بدا كيغوت وكيقول لي واش انتي حمقى، بغيتي تفضحينا، الشركه غادي تطيح والسمعه غادي تمشي وانا ما غاديش نخليك تدمرنا. قربت منه وقلت ليه بصوت بارد انت بعتيني بفلوس ودابا غادي نبيع السمعه ديالك باطل ونمشي نشكي بك بتهمه الاتجار في البشر وباللي رميتيني رضيعه. سكت وجهه ولا زرق حيت عارف القانون ما كيرحمش. وفي الصباح بكري سهام كانت واجده ولابسه جلابه كحله وجهها بحال ميته. ركبنا في الطوموبيل ومشينا للخيريه، وملي دخلنا البنات كاملين تجمعوا ولاله فاطمه خرجت كتجري. ملي شافتني عنقتني وقالت لي خديجه بنتي جيتي توحشتك. شافت في سهام وعرفتها حيت سهام كانت كتجي ساعات الخيريه تبرع بالفلوس. وسهام طاحت في الارض قدام لاله فاطمه وبدات كتعترف بصوت عالي. قالت ليهم هذه بنتي، انا اللي ولدتها، انا اللي خليتها هنا قبل 20 عام على قبل الورد والخوف من با، انا اللي حرمتها من الحنان ومن الحضن ديالي. البنات كاملين بداو كيبكيو ولاله فاطمه شدات فيا وقالت لسهام الله يسامحك لاله، ولكن الجرح اللي في قلب هاد البنت ما غادي يداويه لا اعتذار لا فلوس. خرجنا من الخيريه انا ما عرفاش فين نمشي. سهام طلبت مني نمشي معها للفيلا وقالت لي اعطيني فرصه نعوضك يا بنتي، غير شهر واحد الا ما عجبكش الحال خرجي. مشيت معها وانا قلبي ما مرتاحش. عطاتني اكبر بيت وشرات لي حوايج جداد، جابت لي خدامه خاصه بيا، ولكن حكيم كان كيدور في الدار بحال الديب، ديما كيشوف فيا بنص عين. ومره سمعتو كيهضر في التليفون وكيقول خاصني نلقى شي حل لهاد المصيبه قبل ما تضيعنا، ما يمكنش نخلي بنت الخيريه تورث كلشي.
عرفت باللي ما غاديش يسكت ليا، وبديت كنعس والباب مسدود عليا والسنسله ديالي تحت المخده. واحد النهار فيقتني سهام وهي كترجف، قالت لي خديجه نوضي نهربوا، حكيم كيتفق مع المحامي باش يخرج وراق كيقول فيهم باللي انتي ماشي بنتنا وباللي السلسله مزوره، وبغا يديكلاري بيك انتي مريضه عقليا باش يدخلك للسبيطار ويتهنى منك. هزينا حوايجنا بالزربه وخرجنا من الفيلا في نصاصة الليل، مشينا عند لاله فاطمه وهي اللي خبتنا. ولكن حكيم مسكتش، صيفط لي البوليس الخيريه وقال لهم كاينه بنت هربت من دارنا وسرقات لينا الذهب. جاو البوليس وشدوني قدام البنات كاملين. سهام كانت كتغوت هادي بنتي ما سرقت والو. انا كنت كنقول لهم السلسله ديالي وعندي الدليل، ديروا التحليله ديال الادين وتاكدوا. داوني للحبس ودوزت ليله كامله وانا كنبكي وكنتفكر كلام لاله فاطمه اللي كانت كتقول لي انتي قويه بنتي. الصباح جا المحامي ديال سهام وخرجني بكفاله. درنا التحليله والنتيجه خرجت بعد سيمانه. وقفنا كاملين في المحكمه انا وسهام وحكيم، والقاضي حل الورقه وقال التحليله كتثبت بنسبه 99% باللي السيده سهام والسيد حكيم هما الوالدين البيولوجيين ديال الانسه خديجه. المحكمه كامله سكتات وسهام طاحت في الارض كتشكر في الله وكتبكي. حكيم وجهه ولا صفر وعرف راسو باللي صافي هنا سالا. القاضي حكم عليه بعامين ديال الحبس بتهمه التخلي عن قاصر، وعطى لي الحق في الورث ديال امي. ودابا انا هي خديجه اللي كانت نمره 17 في الخيريه، وليت مولات الشركه وفيلا، وسهام عايشه معايا وكل نهار كطلب مني السماحه. حكيم في الحبس وكيكتب لي براوات وكيطلب المغفره، ولكن انا الفلوس ما غاديش يترجع لي طفولتي والاعتذار ما غاديش يمسح لي دموعي. فتحت مؤسسه سميتها نمرة 17 كتعاون البنات ديال الخيريه باش يقراو ويخدموا، حيت ما بغيتش حتى بنت خرا دوز من داكشي اللي دزت منه. السؤال كيبقى واش الفلوس والاعتذار كافيين باش يصلحوا قلب تهرس 20 عام؟ دازت عامين على المحاكمه، انا خديجه وليت سميتي لاله خديجه في السوق. المؤسسه ديال الرقم 17 كبرات ولات كتعاون مئات ديال البنات. سهام رجعت كتصلي وكتستغفر وكل نهار كتفيق قبل الفجر كتدعي ليا، ولكن الصحه ديالها مشات. القلب ديالها ضعف من الحزن وتأنيب الضمير. وحكيم خرج من الحبس من بعد ما كمل عامين ديالو. نهار خرج ما جا لا عندي لا عند سهام، مشى سكن في براكه في حي قديم وبدا كيسكر وكيدوي في الزناقي. واحد النهار جاتني الخدامه كتجري وهي مخلوعه، قالت لي لاله خديجه لاله سهام طاحت في الحمام وما كتهضرش. هزيتها للسبيطار والقلب ديالي كيترعد. الطبيب خرج لعندي وقال لي الام ديالك خاصها عمليه ديال القلب بالزربه، والعمليه غاليه بزاف وخاصها اللي يتبرع ليها جزء من الكبد ديالو. دازت عامين على المحاكمه، انا خديجه وليت سميتي لاله خديجه في السوق. المؤسسه ديال الرقم 17 كبرات ولات كتعاون مئات ديال البنات. سهام رجعت كتصلي وكتستغفر وكل نهار كتفيق قبل الفجر كتدعي ليا، ولكن الصحه ديالها مشات. القلب ديالها ضعف من الحزن وتأنيب الضمير. وحكيم خرج من الحبس من بعد ما كمل عامين ديالو. نهار خرج ما جا لا عندي لا عند سهام، مشى سكن في براكه في حي قديم وبدا كيسكر وكيدوي في الزناقي. واحد النهار جاتني الخدامه كتجري وهي مخلوعه، قالت لي لاله خديجه لاله سهام طاحت في الحمام وما كتهضرش. هزيتها للسبيطار والقلب ديالي كيترعد. الطبيب خرج لعندي وقال لي الام ديالك خاصها عمليه ديال القلب بالزربه، والعمليه غاليه بزاف وخاصها اللي يتبرع ليها جزء من الكبد ديالو. خرجت من البيت وانا كنبكي، لقيت حكيم وقف قدام السبيطار لابس حوايج مقطعين واللحيه طويله ولكن عينيه فيهم الدموع. قرب مني وقال لي بصوت مبحوح سمعت بلي سهام مريضه وجيت. انا هو المتبرع، القلب ديالي هو اللي هلكها والقلب ديالي هو اللي عالجها. قلت ليه وانا مصدومه علاش انت كرهتينا وبعتينا قبل 20 عام،
قال لي انا ما كرهت حتى واحده بنتي، انا كرهت الفقر والذل اللي كنت عايش فيه. جدك الله يرحمه عايرني بالخدام وقال لي ما نستاهلش بنته، وعطاني الفلوس باش نمشي، وانا كنت ضعيف وطماع. ومن نهار رميتك وانا ميت واخا كنت نفس. دخلنا عند الطبيب بجوج وقال لنا التحاليل ديال السيد حكيم متطابقه، يقدر يتبرع لمرتو بجزء من الكبد حيت القلب ديالها ما بقاش خدام، والكبد ديالو هو الحل الوحيد. حكيم بلا ما يفكر قال انا موافق، ديروا العمليه دابا، الا مت انا ما عندي علاش نعيش، الا عاشت هي نموت انا مرتاح الضمير. شديت فيه وقلت ليه انا نسيتيني ياك، انا بنتك. داس على راسي لاول مره في حياتي وقال لي سمحي لي يا خديجه، سمحي لي ما كنتش باك هاد السنين اللي دازو، ولكن بغيت نموت وانا باك، ماشي المجرم اللي باعك. دخلوا العمليه انا وسهام شادين في اليدين ديال بعضياتنا وكندعيو معاه. العمليه نجحت الحمد لله، وسهام فاقت بعد يومين، واول كلمه قالتها هي فين حكيم. قالت من نهار عرفت الحقيقه وانا كنستناه يرجع، ودابا رجع بالطريقه اللي قتلتني. حكيم قبل الانعاش سيمانه كامله انا كل يوم كنت كنمشي وكنبقى نقرا عليه القران وكنعاود له على البنات ديال المؤسسه. نهار فاق وحل عينيه شافني انا وسهام حداه، قال لينا بصوت ضعيف شفتو انا ما بقيتش بوحدي، انا عندي العائله الحمد لله. شديت في يدو وقلت ليه عندك عائله وعندك بنت كتسمح ليك وعندك احفاد كيتسناوك في المؤسسه غير فوقاش تخرج. دموعه نزلوا وقال كنت كنظن بلي الفلوس هي اللي كتصنع الرجال، ولكن ما كنتش عارف بلي السماحه ديال الولاد هي اللي كتصنع الرجال. من بعد شهر خرج من السبيطار وما مشاش عاش في البراكه، جا عاش معنا في الفيلا. حكيم ما بقاش حكيم ديال زمان متكبر، ولا سي حكيم اللي كيوصل البنات الخيريه للمدرسه بالطوموبيل ديالو. وانا خديجه نمره 17 فهمت باللي الانتقام كيعطيك الراحه وقت قصير، ولكن السماحه كتعطيك الراحه العمر كامل. ماشي كل ظالم كيبقى ظالم، وماشي كل جرح ما كيبراش. حكيم وسهام بقاو كيكبروا حدايا، انا كنشوفهم وكنقول الحمد لله اللي ما اختاريتش طريق الكره. وهنا كتكون سالات القصه ديالنا اليوم. ما تنساوش تخليوا لي لايك وابوني وتكتبوا لي رايكم في التعاليق. نتلاقاو في قصه جديده. السلام عليكم.